Welcome to grade 7 unit 3 lesson 5 and 6. أول حاجة معانا كلمات هنا exciting garden island حرف الاس هنا silent review secret storm treasure wheelchair appearance be cold cool personality pool the country have lunch he is a lot of fun make a poster make notes different from difficult for far from think of travel around work on a boat في حاجة choose the weather is very in spring الطقس يكون في الربيع يكون ايه cool رائع في الربيع my grandfather has a farm in جدي يمتلك مزرعة في in the country في الريف elephant island جزيرة ايه فيلة is in أسوان في أسوان my school is far from حرف الجر مهمة جدا far from اللي بعد كده language notes ملاحظات لغوية asking about someone's personality عشان نسأل عن شخصية شخص معين أي شخص معين نقول إيه؟ نسأل بوات بعد كده is أو are الفاعل like لو فعل عندي دوت مفرد يبقى is الفاعل دوت جمع يبقى are تمام كده for example what is your teacher like ماذا يبدو معلمك he is kind and friendly هو ودود وعطوف تمام كده بعد كده asking about someone hobbies كيف نسأل عن هوايات شخص ما بجيبها وات برضو بس وات معناها ما او ماذا بعد كده do او does زاد الفاعل زاد like doing طبعا الفعل دوت لو مفرد بس does الفعل دوت لا جمع بس بدون تمام كده for example what do you like doing I like playing football تمام كده اللي بعد كده ادوات ربط الجمل and معناها للعطف والإضافة for example he goes to all of my lessons and we have lunch together بمعنى هو يذهب معي إلى كل الحصص وكل الدروس ونأكل مع بعض الغداء مع بعض فكلمة and هنا معناها للعطف عطف جملة على جملة أو ربط جملة بجملة تمام أما but معناها إيه ولكن تفيد التناقض بمعنى في جملة مثلا دلوقتي جملتين واحدة سلبية واحدة إيجابية أو جملة مثبتة وجملة منفية بيجيب حاجة اسمها but للتناقض for example باسل can't run باسل مش عارف يجري مش قادر يجري but ولكن he is fast in his wheelchair ولكنه سريع في الكرسي بعجل بتاعه تمام بالرغم انه ما بيعرفش يجري بيقدرش يجري بالرغم من كده ولكن على الرغم من كده هو سريع جدا في الكرسي بعجل بتاعه because معناها لأن التعبير عن السبب I like باسل بحب باسل because he is a lot of fun لأنه ممتع جدا بتعبر عن السبب ليه بحب باسل لأنه بسبب إنه ممتع مرح so ولذلك بيجي بعدها نتيجة باسل is a lot of fun مرح جدا ولذلك عشان كده I like him بحبه يبقى كده so بيجي بعدها نتيجة أما because بيجي بعدها السبب and لربط الجمل but لإفادة التناقض ما بين جملتين تمام الجزء اللي بعد كده الثاني exciting interesting في بعد كده الsuffix اللاحقة appear appearance excite exciting في الجزء بعد كده reading match the box review to the names of the box then write them بمعنى هنوصل الكتب ناخد الكتب لكل أسماء الكتب دي برضه then write them ونكتبهم بعد كده My favorite book is Anne of Green Gables by Lucy Maud Montgomery يعني كتاب مفضل اسمه Anne of Green Gables by المؤلف بتاعه اسمه Lucy Maud Montgomery It's about بيتكلم عن orphan girl بنت يتيمة called Anne تسمى Anne She goes to live with a brother and sister in the country هي هتعيش مع أخ وأخت في الريف Life is not easy for her and she has many adventures بمعنى الحياة بالنسبة لها مش سهلة ولديها كثير من المغامرات في الريف But Anne is a sensible girl Anne فتاة حكيمة It is a good book كتاب دوت جيد جدا تمام
اللي بعد كده My favorite book is called Gulliver Travels. كتابي المفضل يسمى مغامرات أو سفريات جاليفر by جوناثان سويفت. المؤلف بتاعه اسمه ايه؟ اسمه جوناثان سويفت. المؤلف اسمه جوناثان سويفت. It is about a clever doctor he works on a boat but there is a big storm. بيتكلم عن طبيب ماهر كان بيعمل على قارب ولكن حصل إعصار وعاصفة كبيرة جدا. He falls in the sea. وقع في البحر and swim to a strange place. وفضل يعوم لغاية ما وصل لمكان غريب. All the people here are very tall. كل الناس اللي هناك طويلة جدا أطول منه بمراحل يعني. Some of them are very friendly. بعضهم ودود. But some of them are scary. وبعض الآخر إيه؟ مخيف. I like the book very much. بحب الكتاب جدا. My favorite book is Treasure Island. كتاب المفضل اسمه إيه؟ Treasure Island. جزيرة الكنز. It's by Robert Louis Stevenson. المؤلف بتاعه اسمه إيه؟ روبرت لويس ستيفنسون. It's about a brave boy. بيتكلم عن ولد شجاع called Jim. اسمه إيه؟ جيم. He travels in a big boat to an island. بيسافر على قارب كبير لجزيرة. It is a very far from his home. المكان ده بعيد جدا عن موطنه عن بيته. The boat has got many scary men on it and they all want to find some money on the island. يعني ايه؟ المركب ديت مليئة بالناس الايه؟ الخطرين، الناس اللي مرعبين. كلهم عاوزين ايه؟ يبحثوا عن ايه؟ الفلوس على ايه؟ على الجزيرة، عن المال على الجزيرة. It's very exciting. الموضوع ايه؟ ممتع جدا وشيق جدا. تمام؟ تمام؟ في بعد كده orphan. ناخد بالنا من نطق الكلمات ديت. orphan حرف بي وايش ينطق ف. orphan orphan treasure treasure island island حرف الاس برضو silent island. اللي بعد كده who is your best friend. من هو صديقك المفضل؟ my best friend is called باسل. صديقي المفضل اسمه ايه؟ اسمه باسل. he has got straight hair and brown eyes. هو يمتلك او هو عنده شعر مستقيم او مفرود and brown eyes وعينين بني. he is kind and he is very funny. هو عطوف وممتع جدا مرح جدا. he likes reading and playing video games. هو بيحب القراءة وبيحب يلعب ايه؟ العاب الفيديو. those are my favorite hobbies too. وهذه برضو هوايتي برضو ايضا اني بحب العب ايه؟ بحب العب فيديو جيمز وبحب ايه؟ اقرا. باسل has got a wheelchair. باسل عنده كرسي بعجل because لانه he cannot walk. لانه لا يستطيع المشي. It's not easy for Basil to travel around school. ليس من السهل على باسل انه يسافر ويروح للمدرسة. I open doors for Basil and I help him to get things in the classroom. يعني انا بفتح الباب لباسل وبساعده عشان يعمل اشياء في الايه؟ في الفصل. Basil's wheelchair is not usually a problem. يعني الكرسي بتاع باسل دوت مش مشكلة. We do a lot of things together. بنعمل كثير من الاشياء مع بعض. He goes to all of my lessons. هو بيحضر كل الدروس معايا. And we have lunch together. وبنتغدى مع بعض. Sometimes we even play football in the playground. وأحيانا نلعب مع بعض كرة قدم في الملعب. باسل cannot run but he is fast in his wheelchair. باسل ما بيقدرش يجري بس بالرغم من كده هو سريع جدا في الكرسي العجل بتاعه. I like Basil because he is a lot of fun. أنا بحب باسل لأنه إيه؟ مرح جدا. I am very happy that he is my friend. أنا سعيد جدا لأنه إيه؟ صديقي.